بتسمع ان بقى عندنا فاضل 11 يوم، 10 ايام، 7 ايام، 4 ايام، يوم الامتحان. حضرتك نفسيتك بتبتدي تقل وتضطرب وتتشنج وخايف، وماذا لو مستقبلي هيضيع، انا مش عارف اعمل ايه. وللاسف ده بيضر حضرتك بطريقتين. الطريقه الاولى بيضرك نفسيا نفسيا نفسيا، ومفيش حد فينا ولا المفروض حضرتك ولا اسرتك ولا اي حد يتمنى ان انت تخرج من الثانويه العامه مأذي نفسيا، لان ده غلط، وده ممكن يسبب لنا مشاكل او يسبب لحضرتك يعني مشاكل نفسيه تفضل ملازمه معاك شويه. ده اول حاجه. تاني حاجه هتسبب لي مشاكل في الامتحان، لان طول ما حضرتك مضطرب معنى كده ان حتى لو انت قعدت تذاكر الانتاجيه بتاعتك قليله. فلو انت بذلت 7 ساعات مذاكره، 6 ساعات مذاكره، 5 ساعات مذاكره، الانتاجيه بتاعتك هتلاقيها 1، 2، 2.5، 3. هتلاقي نفسك بتبذل مجهود بس ربعه بس اللي بيتم تحصيله. ليه؟ لانك مضطرب وقلقان، وطول ما انت قلقان عقلك مش قادر يبذل الطاقه القصوى في التركيز، مش قادر تركز، فعندنا مشكله. طيب، فاللي مطلوب مني في الفتره دي سلام نفسي، هدوء، يقين بالله. طيب احقق ده ازاي؟ احقق ده ازاي؟ بيقيني بربنا. وانا مش عايز هنا يقيني بربنا فتقول لي فنعم بالله ونعم بالله، اقول لك يقينك بالله تقول لي ونعم بالله. انا مش عايزين نتكلم كلام انش، يعني انا عايز اكلمك اخطف فيك قلبك بس كده، وتبقى اخد الموضوع كقاعده حياتيه مش بس ثانويه عامه. بص، مفيش حد فينا في الحياه عارف المستقبل فيه ايه. لا سيبني اقول لك تجربه معلش قبل ما اتكلم معاك. احنا عشناها مع بعض من سنتين. حضرتك من سنتين في ناس كانت في مستوى نزلت، وفي ناس في مستوى طلعت، وفي شركات قفلت، وفي شركات فتحت بسبب كورونا. الناس دي كانت مخططه لمستقبل حلو جدا، والناس دي كان عندها رؤيه مستقبليه، وفي ناس كانت راسمه ان هي تعيش حياه. راح كل ده ليه؟ لان المستقبل هو بايد ربنا بس. فاللي انا عايزك بس توقن فيه في الحياه عشان تعرف تتعامل مع الحياه، والحياه ما تفضلش تخبط فيك يمين وشمال وتفضل مضطرب طول الوقت وحزين طول الوقت. هتخلص ثانويه مضطرب، تخش بعد كده على الكليه، تخش على الجواز، تخش على التجهيز، اصل انا مضطرب ربنا امرنا بالسعي. ربنا امرنا بالسعي بس. ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان كم واحد يدخل الدين، كم واحد يسلم. ما امروش بعدد، لان ربنا امره بنشر الدعوه فقط. هو ده العدل، هو ده عدل ربنا، ان انت لما تسعى توفق. طب افرض انت سعيت وما نجحتش، هتوفق برضه. ازاي؟ لان النجاح بالنسبه لحضرتك ايه؟ مش ان انت ترضى، مش ان في الاخر ان تعبك ما يترميش على الارض. تعبك مش هيترمي. مفيش حد في الحياه تعب وبذل مجهود في حياته في اي حاجه هو بيعملها وتعبه اترمى في الارض. مفيش ولا قصه من القديم ولا قصه من الجديد ولا قصه احنا عشناها ولا حياتنا الشخصيه، واللي يقول لك غير كده ده كاذب. ده كلام بجد بصدق، ما حصلتش او لم يوفق بعد. ان ربنا عين له حاجه بس هو لسه مستعجل، فعمال ايه؟ يتكلم كتير وهو بس ما استناش. لكن هيوفق برضه حتى لو اتكلم. فانا في النهايه مطلوب مني اسعى وماليش دعوه بالنتيجه. ربنا هيدخلني ايه؟ اصل انا افرض الكليه اللي دخلتها ما عجبتنيش، اصل افرض جبت مجموعه. قاعده حياتيه: من سعى وفق لابد. والله حتى لو حضرتك ما دخلتش الكليه اللي انت عايزها، كلنا كنا بنتمنى حاجات واحنا في ثانويه عامه. والله دعينا ربنا دعوات ما دعونا الله بها كعدد بعد كده كعدد ده واحنا في ثانوي قد الدعاء ده. ودعينا الله كثيرا ان احنا نخش حاجات معينه وما دخلناش، وربنا ما وفقناش، بس ربنا وفقنا. اللهم لك الحمد. ولو رجع بينا الزمن تاني والله ما هدعي الدعاء ده ابدا ولا اجيبه على لساني. ليه؟ ما انا ما كنتش اعرف بقى، انت ليك اللي انت توفق. انت بذلت جهد، سعيد، خلاص النتيجه السعي بيقابله وبيساويه توفيق. فانت فهمت القاعده، ارتاح بقى. ليه تفكير زائد وليه خوف مستقبلي؟ واصل اسرتي هتتضايق، واصل في البيت هيتضايقوا. ما تخافش، مش هيتضايقوا، ما فيش حاجه، وان شاء الله ربنا هيوفقك. بس انا بقول لك يعني انا مش شايل هم حد، مش شايل هم على دماغي وكل حاجه، بس ده مش مطلوب منك اسعاد الاخرين، مش مطلوب منك ان انت تفضل تدور على كل حاجه بتبسط الناس ايه، مش مطلوب منك ده اصلا. مفهوم؟ انا مش مطلوب مني اخلي الناس كلها تحبني واخلي الناس تبص عليا نظره اجتماعيه ان هي رضا خالص. انت مطلوب منك تسعى وتعيش انسان سعيد مطمئن قريب من ربنا في حياتك فتوفق.